ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى فيديو مش تعليمي خالص. النهارده احنا عاملين زي ما انتم شايفين حفله سينابون، فاتمنى تتفرجوا معانا على السينابون بتاعنا وهنحط كل الحاجات السؤال الاول مع بعض. ادي الخميره، افتحي لي يا رويده علبه الزبادي، افتحي يا هدير وانت افتحي لي يا رويده علبه، ماشي؟ وهنعوز 3 بيضات. على فكره يا جماعه هدير بتحب السينابون خالص. هننزل بقى بالعلبتين كلهم وخلي لك حته كمان، وهدير عايزه حته يا جماعه، فبصوا بقى اعتبروها معلقه ونص، لا ما تلحسيش اللي عيب يعني قدام الناس كده، تلحسيش يا جماعه بس. اهي خدي حته خدي حته، عطيناها حته يا جماعه. بصوا اعتبروا بقى ان ايه. قومي يا رويده هاتي لي ايه، هاتي لي المضرب السلك من المطبخ. المضرب اللي احنا بنعمل بيه البيض ده. انا طبعا ما عنديش عجان، هنعمل بايدينا بقى. بصوا يعني ودول سكر عشان العجينه نفسها بيبقى مسكر شويه. بص انا مش بحب احط كتير يعني شويه كده، يعني شويه كده ندي بس تطعيمه كده للسينامون شويه. نسيت، كنت هنسى الزبده. بصوا هو صراحه يعني انا ما كانش عندي زبده فعملتها بسمنه. هي طبعا متاسفه جدا على الازعاج اللي احنا عاملينه يعني، تمام. يا ريت بقى وانتوا قاعدين كده ماشي ما تخلوش حاجه مكعبله كده حواليكم، عشان قبل ما تخلص وتلاقي الدنيا رايقه زي ما هي. بصراحه جميل تحفه. انا كنت جايبه العلبه اديلها بتاع كام شهر اهي، ادي كانت ب 12 جنيه بس بتقعد بقى. بصوا يعني انا حطيت كمان كده متوصيه كمان، يعني متوصيه بصراحه بكم خالص يعني كل ما احط الكيلو دي بنزل. يا حاجه هدير فين المعلقه يا ماما؟ امسكي استنوا يا جماعه، اديلها معلقه بدل ما هي ايه. امسكي كده معلقه اهي كده ولا تاكلش بايديك. هنحط بقى هنا شويه دقيق حلوين محترمين. وعلى فكره انا بصراحه ما بحبش احط مقدار معين من الدقيق، لان طبعا هي بتفرق من دقيق للتاني. في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق لا. فانا بالنسبه لي بحط كده الاول شويه وبعد كده لو احتجت تمام. طب خلينا بقى حطينا بصراحه دقيق وكتر بقى ولقينا العجينه نشفت قوي بصراحه. السينامون ما ينفعش يبقى عليه دهون ناشفه. شويه لبن، حته زبده، علبه زبادي لو الدنيا اتدحور، شويه ميه دافيين على فكره عادي خالص كمل اليوم ولا اي مشكله. تمام. انا بقى هعجن وارجع اجيلكم تاني عشان ما نقعدش نلغوص كده مع بعضينا. تمام. طبعا احنا كده خلاص خلصنا العجينه، عجناها وبراحتنا. بصوا العجينه زي الملبن، بصوا ناعمه جدا وما ينفعش تبقى ناشفه. وعلى فكره في حاجه عايزه اقول لكم عليها، الدقيق ده مش دقيق فينو، ده دقيق قمح. يعني عادي نعمل السينامون بقمح. انا بالنسبه لي ممكن لو متوفر اجيب فينو تمام، بس انتوا عارفين بصراحه سعر الدقيق اليومين دول رفع جامده خالص. فاحنا بنقضي الغرض بالقمح، بما ان انا عندي يعني دقيق قمح هنا الحمد لله، بعمل بيه على فكره الفطير والكحك وكل حاجه ما عدا البيتي فور. الحاجه الوحيده اللي لازم نجيب لها دقيق فينو. تمام. العجينه كده تمام ما شاء الله عليها، الله اكبر يعني اهي. هنسيبها بقى كده ايه نص ساعه. احنا طبعا في الشتاء، هنسيبها بقى تختمر براحتها خالص، وهنجيلكم بعد ما تختمر ورجعنا لكم بعد ما العجينه شبه اختمرت زي ما انتم شايفين. خلينا شويه دقيق اللي هنرشهم تحت العجينه عشان بس ما تلزقش معانا في المفرش، وادي الزبده بتاع الفرد، وادي القرفه اللي هنحطها في الحشو. بصوا بقى انا هافرد بحط الزبده وهم هيحطوا لي القرفه، عشان بصراحه بتبقى مشكله شويه ان انت تحطي الاتنين مع بعض وايدك ايه هتبهدل العجينه. احنا مش عايزين العجينه تبقى لها ايه اي لون بني من بره، عايزين الطبقات تبقى باينه. النبي عربي صلوا عليه. شطوره يا هديك، شطوره يا رويد. فاحنا ايه بقى هنعمل ايه بايدينا كده عشان تبقى العمليه نافعه. انت بتحبي السينامون ولا لا؟ تحبي خالص؟ طب يلا حطي بقى على العجينه كلها، حطي على الاماكن اللي ما فيهاش بكره تخيط عادي خالص، بدل ما نقعد نعمل بالسكينه والسكينه تاكل في الزبده والقرفه وترجع توسخ منظر العجين. لا احنا ناخد حته فتله وهوريكم دلوقتي هنعمل بيها ازاي. بس نلف بس الاول السينامونيه كده الاول
حاولوا قفلوا على قد ما تقدروا الجزء الاول. حشي دي كالوري. نعم. حاولوا على قد ما تقدروا اقفل الجزء الاول، لان هو بصراحه يعني اصعب جزء، وهو اللي بيظبط معاكي السينابونيه ان كانت تمام ولا اهي عادي خالص اهي مفيش اي حاجه. ماشي. من تحت كده، من تحت من هنا كده اهو، حشي المعلقه دي كده حطها في القرفه، ما تنساش على الطبليه تاني اهي اهي. بصوا اجيبها عليها كده واروح عاملها كده اهي، بس يا هدي اهي. اجيب بقى الطرف ده واروح احطها هنا كده. بصوا دي صينيه مدهونه زبده او سمنه زي ما انتوا عايزين. قولوا بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلي السلامة لما تستهدى شويه علشان ايه. بصوا بصوا المنظر، بصوا الشكل باينه كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ولا على يا هدي. بصوا المنظر، بصوا بصوا بصوا. شايفين بقى المنظر بتاع الصوصات؟ هو يمكن لو الصوص الابيض كان تقيل شويه ممكن كان يبقى احلى كمان من كده، بس انا زي ما قلت لكم انا لسه عاملاه دلوقتي. كل ما بيقعد كل ما ايه ما بيتقل. هنشوف دلوقتي طعمه والهدري اللي هتحكم لنا عليه. بصي يا هدري احنا هندوق وانت تقولي ان كان طعمه حلو ولا نصكم. ماشي؟ لو وحش قولي وحش، ولو حلو قولي حلو. بصوا يا جماعه هيبقى كاسفه زي الزفت يعني لو انت اللي قالت عليه وحش، بس مش مشكله. بسم الله. ايوه كده. هوبا. طب قولي لهم هم، انا معرفش عامل ايه. طب بصي لهم كده السينما بتاع ماما عامل ايه. هي عملت لكم كده كده يعني طعمه حلو ولا طعمه وحش؟